ربيته بكل حب وعطاء، ليه نسي الحب ده؟ مستحيل يكون ده ابني، لا أخلاقي ولا تربيتي ولا تربية عيلتي. صوته عالي دايما، قاعد طول اليوم على الموبايل، أناديله ما بيردش عليا، دايما نرفز ودايما عصبي، مش عارفة أعمل إيه معاه. دكتور سحر، ليه بقينا نسمع الكلام ده كتير؟ وليه العلاقة ما بين الابن وأهله ما بقتش زي الأول؟ لأسباب كتير. إحنا ما بقناش نسمع الولاد ونحس بمشاعرهم، بقينا ندي أوامر وعايزينهم يطيعوا الأوامر ويمشوا زي ما إحنا عايزين، والجيل ده مختلف تماما عن تربيتنا. يكون في لغة حوار بينا، يكون في تفاهم، يكون في حب ومشاعر. أول خطوات التربية بتبدأ بالسماع والإحساس، أعيش مشاعره وأقدر هو بيقول إيه. طب دكتور، أبدأ منين لو العلاقة خلاص بقت متوترة بينا؟ محتاجين تسمعوه، تقدروا مشاعره، تعرفوا هو بيفكر ازاي، تعرفوا مستوى تفكيره. ابنكم مش بعيد، انتوا اللي محتاجين تسمعوا وتتأقلموا معاه وتعرفوا مستوى تفكيره وتسمعوا بحب. ابنك مش بعيد، انتوا اللي محتاجين تعيدوا التفكير في تربيتكم له. لو بدأتوا تحسوا ان عندكم نفس المشكلة، خدوا خطوة وبسرعة. لازم يكون بينكم لغة حوار، لغة تفاهم، بلاش لغة الأمر والنهي. لازم ما يكونش في نقد تماما، التفاهم والحب أقوى بكتير.